هاد البلاصه اللي فيها الكرياج اللي على اليمين ديالنا هذه مقبره البقيع. مقبره البقيع بالنسبه لمقبره البقيع تيكون فيها التوقيت ديال الزياره ديالها بالنسبه للرجال تيكون مورا الفجر مباشره او مورا العصر، المهم الى ما تغير التوقيت. ها هي مقبره البقيع هي اللي على اليمين ديالي. السلام عليكم يا ايها انتم الصادقون حتى الى هما المقابر لا بالنسبه للمقابر عندهم راه هكا دايرين، هما ما عندهمش تيزوقوا عليهم وكل شيء بحال حماد بحال دا سعيد بحال اللي عنده بحال ما عندوش، ما كاين لا زلافه لا والو. يعني في واحد الاجواء عاوتاني راه الحمد لله. راه كما قلت لكم الحمد لله عز وجل انكم تيسر لكم هذا الامر. يلا لقيتني تنهضر مع هذا السيد. كما تتشاهدوا احنا في اول يوم في رمضان في المدينه المنوره، وكما تتشوفوا احنا ما مولفينش تكون هاد الاجواء في المدينه، احنا مولفين يعني تيكون الزحام وتيكون والناس اللي ديجا جاو راه يفهموا كلامي. شوف دابا الاجواء كي دايره، راه واخا هكاك ما كاينش الزحام، الناس ما لقاوش فين يركبوا، كاين اللي الفيزات قلال. شوف الاجواء رمضان ما كانش تيكون هكا، ولكن الحمد لله يعني انسان يعرف بلي يسر ليه الله واحد الحاجه اللي ما يسرهاش لواحد اخر. نعم ايوا وهذا المسجد ذو قبلتين، هو فاش كانت تحولات القبله لمكه كان في الاول تيصلوا صحابه المسجد الاقصى، من بعد فاش تحول القبله لمكه هنا فين علاش سموه ذو قبلتين، يعني ما فيهش شي حاجه ان شاء الله عمر، يعني صلاة ركعتين في المسجد وركعة ديال عمر ان شاء الله. راه تساوي ان شاء الله المسجد كتاب المسجدات اول مسجد الناس مجموعين. هذاك الجبل القصه ديالو كان هذاك سميتو جبل الرومان، جبل الرومان تما فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم فاش قال دوك الناس قال لهم بقاو في ذاك الجبل باش ملي جاو الكفار كانوا دوك الناس ديال الرومان قالوا لي حنا الشباب داك الكبير ملي كانوا تما قال لهم الرسول واخا شفتو زعما نهزموا داكشي ما تنسيوش، قال لهم بقاو تما ساعة ملي شافوا نهزموا الكفار داكشي قال لهم الرسول واخا شفتوهم بقاو ما نقول لكم نزلوا ساعة ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينزلوا تما فاش توقعوا هما الكفار وقتلوهم. هنا تيقول لك العبرة في القصة، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك واحد الحاجة ما مزياناش راه ما مزياناش، قال لك الربا ما مزياناش راه ما مزياناش، قال لك هاد المسألة حرام راه ما مزياناش، راه شتي واخا بان لك انت مزيانة راه غادي تاخذ باقي العاقبة ديالها. يعني الرسول إلا قال لك شي حاجة لا عليها وانت تبان لك مزيانة راه لا بدا تخلص الضريبة ديالها في الدنيا. يعني الرسول ما تينطقش شي حاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال لك شي حاجة راه هي اللي كاينة. بالنسبة لذاك الجبل ماشي اوبليجي تهز الحجار ولا الترابة ولا شي حاجة، هادشي راه ما كاينش في الدين، الإنسان غير يعتبر في القصة، لأنك ملي تهز التراب ولا تتبركي بشي حاجة لا يعني تقول هنا فين داز الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا فين كانوا الصحابة، هنا فين كان فهمتي الإنسان يبدا يعبر هاد المسائل. هنا فين تقتل حمزة كان قتلو، هنا فين كان اللي عرفتو ديك القصة فين تقتل حمزة
الانسان يحاول يشوف ذوك المآثير ويعبر وكذا، ماشي يدير شي حاجه اللي خالفه الشرع. يلا بسم الله. وكاينين المقبره ديال احد، نمشيو عند الصحابه اللي كانوا توفوا تما ونصلوا عليهم، هذاك هو اهم حاجه، ونمشيو ان شاء الله مجموعه. داك الشيء سميتو ما عندهاش طعم هنا، يدعو للشهداء اللي في القبر حسن ما يدير شي حاجه اللي ما سميتو. الله يجزيكم بخير.